قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا امارات، ما تنسوش تصلوا على النبي، تشترك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اشعارات باي وصفات انا بنزلها. ويلا بينا بنبدأ بقى واقول لكم ازاي هنعمل احلى حلا مانجا، بمناسبة ان في مانجا بقى كتير بقى وكده والصيف وعايزين بقى انتعاش. بصوا انا جايه لكم بالوصفه دي، عايزه اقول لكم احلى حلا مانجا دقته حرفيا انتعاش وانا باكله. بيدوب من ناحيه بيدوب، فهو بيدوب يخرب بيت كده بجد. من ناحيه الحلاوه فهو حلو قوي. عايزه اقول لكم احلى حاجه عجبتني في الوصفه دي، فعلا فعلا من غير هزار، الوصفه سكرها معتدل، ما يغركوش بجد. يعني مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. جواز. يلا بينا نبدأ اوريكم ازاي هنعمل الكيكة. اول خطوة هنعملها طبعا الكيكة. هنجيب 2 بيضة طبعا نفكشهم في البولة بتاعتنا كده، وطبعا لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنحط ربع كوب هنحط قصدي معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية سكر. هنقعد نضربهم بقى بالمضرب زي ما انتم شايفين بالشكل ده لغاية ما يبقوا باللون القمر ده. لو مفيش مضرب في الخلاط او بالمضرب اليدوي يعني عادي مش مشكلة، هيقضوا نفس الغرض يعني. المهم لغاية ما يبقوا باللون الحلو ده اضربوا فيهم 10 دقايق على قد ما تقدروا. هنحط نص كوباية من الزيت، اي زيت طبعا يعني ما متوفر عندكم يعني. هنحط معلقة زبدة مليانة حلوة كده زي ما انتم شايفين زيكم كده يا امارات. المهم هنحط كوباية لبن او حليب يعني على حسب ما انتوا عارفين. المهم هنحط معلقه خل كبيره طبعا، هنضربهم بقى بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. ما تخافوش الزبده هتدوب عشان هي طبعا بدرجه حراره الغرفه، مش لسه خارجه من التلاجة يعني. هنحط كوبايتين بنفس الكوبايه برضو، كوبايتين من الدقيق هنخلهم طبعا عشان الخليط يعني ما يبقاش فيه اي تكتلات واحنا بعد كده ما نيجي نقلبه. المهم هنخلهم برضو. يلا 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 ايوه ايوه يلا ايوه ايوه ايوه. المهم هنحط هنحط قصدي ظرف محسن كيك. لو مفيش محسن كيك حط بيكنج باودر عادي، معلقة كبيرة يعني. انا حطيت الظرف كله مش مشكلة. المهم يعني نضرب بقى كل المكونات. بعد كده نحط ربع معلقة صغيرة من الملح. ممكن بقى تسيبوا المضرب ده عادي وبقى بالمضرب اليدوي ونقلب بالراحة كده، او بالمعلقة يعني فضلت اقلب بيها كده عشان لو في حاجات لسه ما اتقلبتش ولا حاجة. المهم بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا مدهونة زيت مبدرينها انتوا عايزين تعملوه يعني. المهم هننزل الخليط القمر بتاعنا، شايفين كريمي ازاي. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. المهم هنديه خبطتين كده عشان طبعا زي ما انتوا عارفين لو في هوا ما يعملش فراغات في الكيك. المهم هنجيب خلة اسنان او زي كده يعني، جبت شفاط. المهم فضلت يعني امشي بيه في الكيكه كده عشان لو في فراغات. المهم دخلتها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 رف اوسط. قعدت في الفرن بالظبط 35 دقيقة 40 دقيقة على حسب فرنكم. المهم اختبرتها بالشفاط برضو، الشفاط طلع نضيف، ده معنى ان هي استوت او بخلة اسنان يعني. شايفين ده معنى انها استوت. نسيبها بقى تبرد على جنب. نيجي لتاني خطوة، هنعمل البودنج المانجا. هنجيب 2 كيس من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. هنفتحهم كده ونحطهم. المهم مش هنتبع التعليمات اللي على الكريم شانتيه، هنحط كمية تلج محترمة مع المية ونقعد نضرب بيهم بقى. نضرب بالمضرب بتاعنا بالشكل ده. لازم مضرب كهربائي في الخطوة دي بصراحة، لغاية ما منقارهم يكون واقف كده. شايفين الكريم شانتيه ما بينزلش ازاي؟ شايفين؟ لغاية ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، منقار واقف. وبصوا ما يعني خلاص كده بقت حلوة جدا. المهم هنجيب برضو كوباية مانجا يعني فريش، ما فيهاش نسبة يعني مية كتير، فاهميني؟ يعني مضروبة، ممكن مضروبة بس من غير مية. المهم يعني نحط ده على جنب بقى. هنيجي بعد كده هنحط معلقة من الجيلاتين في كوباية كده، وهنحط ربع كوباية مية سخنة، مية مغلية يعني. المهم عادي نحط مية كمان. المهم هنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية ما يعني ندوبهم بالشكل ده. ممكن نسيبهم يعني يبردوا دقيقتين كده. بعد كده نجيب من البودنج اللي احنا عملناه نحط عليه معلقتين كده
منه. المهم بقى هنجيب بقى الخليط كله ده تاني دلوقتي، ونقوم منزلين عليه الجيلاتين ونقلب فيه تقليبه حلوه كده. ما تخافوش من ان هو يعني بعد ما حطينا المانجا عليه بقى يعني اللي هو مش ماسك نفسه شويه، لا ما تخافوش هيمسك نفسه ويبقى زي القمر. بس يلا بينا نكمل. هنجيب بقى الكيكه اللي احنا سيبناها تبرد، هنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين نفردها يعني في الصينيه اللي انتوا هتعملوا فيها ايا كان بقى. المهم هنجيب هنسقيها مانجا بقى زي ما انتوا شايفين، عصير مانجا. شايفين الطراوه بجد من اول، يعني من اول خطوه، اول ايه يعني مش فاكره يا جماعه، ما علينا. المهم هنحط قطع مانجا، دي مانجا متقطعه زي ما انتوا شايفين كده، يعني بص رصة قمر. المهم البودنج اللي احنا عملناه هنحطه زي ما انتوا شايفين كده، هنحط نص الخليط. عايزه اقول لكم ان الكميات اللي انا عملتها دي عملت معايا صينيه كمان صغننه، بس طبعا هي ما طلعتش اتاكلت بقى، ما علينا يعني. المهم هنفردهم كده ونحط برضو طبقه من الكيكه زي ما انتوا شايفين كده. قطعوها كويس يعني، اوعوا الكيكه تتهري منكم، يعني هي تبقى ان شاء الله كويسه وماسكه نفسها. المهم رصينا كيكه هنا مش هنسقي الكيكه مانجا، عصير مانجا، هنحط بودنج برضو. المهم هنفرده بالمعلقه كده، ولو عندكم يعني عارفين سكينه كده افردوا بيها. المهم هندخلها التلاجة، وبعد ما تطلع من التلاجة هنحط عليها عصير مانجا فريش متدوب فيه برضو. هنعمل فيه نفس الخطوة اللي عملناها في البودنج. هنجيب معلقة، انا مصورتهاش طبعا، هنجيب معلقة جيلاتين نحطها في كوباية، طبعا نحط على ربع كوباية مية مغلية او سخنة يعني، ونقلبهم ونحطهم على العصير اللي احنا حطيناه على الوش ده. طبعا نقلبهم على العصير، وطبعا يعني نحطهم زي ما احنا حطيناهم كده على الوش كده بقى. وطبعا دخلتهم التلاجة قعدوا ساعتين او ساعتين يعني كويس. المهم زينتهم عملت ال3 ورود المانجا اللي انتوا شايفينهم القمر دول، بجد حلوة قوي، مفيش اسهل من كده. الطعامة دي الحلاوة. خطواتها يمكن يعني مش خطوات كتير، يعني يعتبر 3 خطوات، خطوتين بالنسبة لي يعني، بجد سهلة قوي. اتمنى تجربوها هتعجبكم جدا بجد، يعني فعلا انا مش بهزر هتعجبكم قوي. اتمنى تجربوها بجد بجد فعلا حلوة. ولو عجبكم الفيديو وشرح عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني، وتقولي الوصفة عجبتكم ولا لأ. وبجد بجد يعني انا متأكدة انها تعجبكم. والحقوا بقى المانجا وبصوا هيسوا بقى، يعني هنعمل ان شاء الله وصفات حلوة بالمانجا وعصاير، يعني حاجات ابتكارات حلوة بما ان موسم المانجا بقى. بصوا هنعمل حاجات حلوة ان شاء الله كتير مع بعض. شايفين الحلاوة بجد مفيش احلى من كده. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.